تعالي تعالي يا اماني، نورتي بيتك نورتي بيتك يا احلى عروسه. ايه ده مالك يا مروه؟ وقفلنا كده ليه على الباب؟ وسعي كده يا حبيبتي، عايزين ندخل اوضتنا. اوضه ايه بقى ان شاء الله؟ بقول لك ايه، انا ما برتاحش في الاوضه الصغيره. انا اوضتي هي الكبيره، انت تاخد الاوضه الصغيره وانا اخد الاوضه الكبيره. سواء بقى انت اتجوزت ولا ما اتجوزتش دي حاجه ما تهمنيش ولا تخصني. انا يا حبيبي ما برتاحش غير في الاوضه الكبيره. يعني انت يا مروه هتبقي مبسوطه ومرتاحه لما اروح انا ومراتي الاوضه الصغيره وانت تقعدي في الاوضه الكبيره؟ هبقى مرتاحه. معلش بقى، ما هو بيتك زي ما هو بيتي، ما هو بابا وماما كتبوا لنا البيت لينا احنا الاتنين، وانا مش هبقى مرتاحه الا في الاوضه الكبيره، وانا مش هسيبها علشان خاطر اي حد. ماشي يا ستي، خليها لك اشبعي بيها. يلا بينا يا اماني، تعالي يا حبيبتي علشان اوريكي اوضتك. ماشي يا عادل، بس كنت عايزه اسالك سؤال، هي اختك دي مالها كده؟ ما فيش يا ستي، هي كده بتكره نفسها، بس ما تقلقيش يعني، هي طيبه قوي والله وقلبها ابيض وهتبقى كويسه خالص معاكي. هي تلاقيها بس يعني متغاظه شويه، اكمن انا اتجوزت يعني قبلها وهي لسه ما اتجوزتش. طيب يا عادل ماشي، ربنا يسهل. خلاص بقى يا حبيبتي ما تتضايقيش، ده النهارده ليله دخلتنا يعني. حاضر يا حبيبي. صباح الخير يا مروه. بكلمك يا مروه، صباح الخير. صباح الخير يا ستي، خير. مفيش يا حبيبتي، كنت جايه بس اسالك لو عايزه مساعده مني في المطبخ ولا حاجه. لا يا ستي كتر خيرك، شكرا، انا ما بحبش حد يساعدني في مطبخي. الله يا بنت، انا قلت اساعدك يعني انا اعمل حاجه وانت تعملي حاجه، يعني انت هتشيلي المطبخ كله لوحدك؟ مش هينفع. لا يا حبيبتي، انا بحب اعمل كل حاجه في بيتي لوحدي، ده بيتي، ويكون في علمك انت هنا الضيفه والضيوف مش بيعملوا حاجه، انت ضيفه هنا عليا وعلى اخويا. يا ست اعتبريني حتى اختك، وهو ده احنا حتى سننا قريب من بعض. وانا ماليش اخوات، انا ماليش غير اخ واحد بس اللي هو عادل. طيب يا ست انا مرات اخوكي، خليني بس اساعدك واعمل معاكي حاجه. لا يا ست، وانا ما طلبتش منك مساعده، روحي دوقي اوضتك. ماشي يا ست براحتك. الله، المنظر كده بقى جميل، ده اكيد مروه هتفرح قوي باللي انا عملته، كده شكلها بقى احلى قوي لما نقلت الكراسي كده. ايه ده؟ ايه القرف اللي اتعمل ده؟ مين اللي قالك ولا اذنلك تعملي كده؟ انا مش قلتلك قبل كده ما تمديش ايدك على حاجه في البيت ده بيتي انا واخويا. انا مش فاهمه انت ليه ما بتحبنيش وليه مش طايقاني كده، انا عملتلك ايه؟ وعمري ما هحبك ولا هطيقك، انا ما كنتش عايزاه يتجوزك اصلا، ده انا كنت مختاره له عروسه، انما ايه حسب ونسب، مش انت يا معفنه يا مقشفه. ماشي يا ستي كتر خيرك، تشكري. ايه ده؟ والله انا مش مصدق نفسي، انتوا قاعدين مع بعض كده وكويسين والدنيا هاديه، يا سلام. اول مره يعني تقعدوا كده من غير ما تضربوا بعض ولا تشدوا شعور بعض ولا حاجه ولا تتخانقوا. ده بس علشان خاطرك انت يا حبيبي. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي وما يحرمنيش منك ابدا. بقول لك ايه بقى، انا جاي من الشغل واقع من الجوع، جعان جدا، يلا بقى جهزي لي الغدا. حاضر يا حبيبي، من عينيا الاتنين. يا اختي كلي بعقل وحلاوه، ده انت عيله مستفزه كاهنه قوي. ايه ده؟ واقفه عندك بتعملي ايه يا مروه؟ وايه الشنطه اللي في ايدك دي؟ وايه الهدوم اللي فيها؟ هدوم، ولقيتها في اوضه نوم اخويا وعجبتني، دخلت اخدتها، في حاجه؟ بس دي هدومي وجوزي هو اللي شاريها لي، ازاي تمدي ايدك عليها وتاخديها من غير حتى ما تستاذنيني؟ وازاي اصلا تدخلي الاوضه بتاعتي من غير ما تستاذني؟ نعم يا اختي، انت نسيتي ولا ايه؟ مش انا قلتلك قبل كده ان ده بيتي واي حته فيه تبقى بتاعتي، ادخل واخرج في الحته اللي انا عايزاها بمزاجي. وبعدين اديكي قلتيها بعضمة لسانك، اخويا هو اللي شاري الهدوم دي يعني بتاعتي، وبعدين الهدوم دي عليا حلوه قوي، احسن من عليكي بكتير. لا ده انت بقيتي حاجه غريبه جدا، انت انسانه مستفزه. لا بقولك ايه، احترمي نفسك، هتغلطي فيا هغلط فيكي وهوريك الغلط شكله ايه يا حبيبتي. وبعدين هو ده بقى النظام، مش عاجبك اتفضلي يا حبيبتي مع السلامه، الباب يفوت جمل. طب تصدقي ان انا فعلا هسيب لك البيت وامشي، انت انسانه غريبه، انت ما ينفعش يتعاش معاكي، انت ما تتعشريش منك لله يا شيخه. في 60,000 ده هجوز اخويا بقى احسن منك، صاحبتي اللي كان نفسي اجوزها له، مش انت يا معفنه يا مقشفه. يا اماني يا اماني، ما تتعبش نفسك، اماني مش هنا، نزلت وخدت هدومها كلها معاها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه نزلت وراحت فين؟ معرفش بقى يا اخويا، انت ادرى بمراتك وعارف بتروح فين وبتيجي منين. يعني ايه يعني؟ تقصد ايه بالكلام ده؟ اقصد يعني انها كانت بتخرج كتير قوي، وانا كنت مفكراك عارف يعني، لكن الظاهر كده انك ما تعرفش اي حاجه خالص. انا هنزل وهشوفها راحت فين. وماله يا حبيبي، انزل شوفها راحت فين وابقى طمني، اصل انا قلقانه عليها قوي. الو، ايوه يا استاذه بسمه، بقول لك ما تعرفيش مراتي راحت فين؟ كلمتك يعني او حاجه؟ اصلا انا رجعت البيت ما لقيتهاش. ايوه في العنوان ده. ماشي. طب دي شقه مين يعني ولا بتاعت مين؟ ما تعرفيش؟ طيب ماشي خلاص انا هروح لها. مع السلامه مع السلامه، معلش اسف على الازعاج.
يا ترى شقه مين دي ولا تبع مين؟ متشكره جدا يا عزت، لولاك ما كنتش لقيت الشقه دي ولا كنت عارفه هروح فين. متشكره ايه بس يا بنتي؟ ده انت صاحبه اختي الروح بالروح، لو عوزت اي حاجه مني اطلبيها وانا اساعدك على طول. الله الله على الست هانم اللي قاعده في شقه مع عشيقها، اخيرا كشفتك على حقيقتك. عادل انت بتقول ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت فاهم غلط، انت مش فاهم حاجه خالص. ده عزت يبقى اخو صاحبتي وهو اللي ساعدني علشان الاقي الشقه دي، لولا دلوقتي كان زماني في الشارع. اهدى يا استاذ، مش كده، انا اخو صاحبتها فعلا وتقدر تتاكد بنفسك. مراتك دي ست محترمه جدا. لا ما هو واضح الاحترام عليك وعليها. انا اختي كان عندها حق فعلا لما كنت بتخرجي كل يوم من غير ما اعرف. يا استاذ عيب الكلام اللي بتقوله ده، ما يصحش خالص، دي مراتك. انت بخرس خالص، مش عايز اسمع صوتك. اما انت بقى يا ست هانم فانت طالق، انا ما يشرفنيش انك تكون على ذمتي تاني. اختي كان عندها حق في كل كلمه قالتها عليك. يا عادل استنى يا عادل، اسمعني. ايه يا اخويا عملت ايه؟ ولقيت الست هانم ولا لا؟ ايوه للاسف لقيتها، كانت مع عشيقها في شقه، كان عندك حق فعلا في كل كلمه قلتيها. مش قلت لك كلام اختك ما ينزلش الارض ابدا؟ طب وانت عملت ايه؟ رميت عليها يمين الطلاق، انا خلاص ما عدتش عايز اشوفها تاني. ده عين العقل يا اخويا. اما انا بقى عندي ليك حته عروسه شيماء صاحبتي، انما ايه هتموت عليك وبتحبك خالص، وحسب ونسب دي بس مستنياك تشور لها. خلاص يا مروه اللي تشوفيه، نكتب الكتاب بكره ومن بكره تبقى معايا هنا في البيت. وماله يا حبيبي، امشي انت بس كده ورا كلامي وانت هتكسب في الاخر. ايوه كده، اخيرا هجيب صاحبتي بقى تبقى معايا في البيت بدل البت الرمه المعفنه اللي تقرف الكلب اللي هو كان جايبها لنا. تعالي يا شيماء اتفضلي، نورتي البيت. ده نورك يا حبيبي. نورتي يا شيماء، شفتي يا حبيبي؟ اهي دي العروسه اللي كانت تليق بيك وتستهلك. ميرسي يا حبيبتي. يلا بقى يا حبيبي علشان ندخل اوضتنا. لا استني، انتوا رايحين فين؟ انتوا اوضتكم الاوضه الصغيره، الاوضه الكبيره دي تبقى بتاعتي انا. لا يا حبيبتي يا صاحبتي، ده انت صاحبتي من زمان وعارفه ان انا دخلت البيت ده كتير، والاوضه الكبيره هي اللي عجباني وهي اللي هقعد فيها. دي حتى تليق يعني بالعرسان، لكن انت لوحدك كده بطولك تقعدي في الاوضه الصغيره اللي على قدك. وبعدين ده امر يا حبيبتي، مش بطلب منك كده يعني ولا بستعطفك لا سمح الله، لا. يلا بينا يا حبيبي، الليله دي ليله دخلتنا ومش عايزه اي حاجه بقى تعكنن علينا. يا بنت اللذينه، انت جايه كده من اول يوم تتحكمي فينا، لكن هتروحي مني فين؟ استني عليا. ايه ده؟ ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ ما تحترموا نفسكم كده وتلبسوا حاجه. ايه يا حبيبتي مالك؟ في ايه؟ عرسان ازاي تدخلي علينا كده من غير ما تستأذني ولا حتى تتنحنحي ولا اي حاجه؟ ما تقومي يا حبيبي كده تشوف اختك دي مالها النهارده كده لسه الصباحيه وعايزين نقضي يوم حلو، ولا هي عايزه تنكد عليا ولا ايه؟ بقول لك ايه يا مروه، دي جوازتي الثانيه وما عادش عندي استعداد انها تبوظ زي الجوازه الاولانيه. قول لها يا حبيبي، ولو الوضع مش عاجبها تروح تشوف لها كده اوضه وصاله تعيش فيهم. انا ما عنديش استعداد اعيش مع واحده وقفاله كده على كل حاجه حتى لو كانت اخت جوزي، وبدل ما هي واقفه كده تتفرج علينا ما تقول لها يا حبيبي تروح تعمل لنا الغدا. انا نفسي اتغدى النهارده فراخ مشويه ومكرونه بالبشاميل. هو انت كمان عايزاني اطبخ لك واعمل لك الاكل؟ وما تعمليهوش ليه يا حبيبتي؟ على رجليكي نقش الحنه ولا على ايديكي نقش الحنه؟ ده انا حتى صاحبتك وعروسه جديده، ما تقول لها يا حبيبي. فيها ايه يعني يا مروه لما تعملي الغدا؟ هو انت يعني وراكي ايه؟ ما انت قاعده طول النهار. واعملي حسابك، انا بحب احلي كده بعد الغدا، يعني بعد ما تخلصي الغدا تعملي لنا طبقين كاستر كده حلوين عشان احلي بقي. بقول لك ايه يا حبيبي، انا هدخل اوضتي كده علشان اريح شويه، ابقى حصلني بقى، انا ما بحبش النكد. مالك يا مروه واقفه متنحه كده ليه؟ ما تروحي يلا تعملي اللي شيماء قالت لك عليه. ولو يا حبيبتي الوضع مش عاجبك شوفي نصيبك قد ايه في البيت وانا هشتري منك واشوف لك شقه صغيره. يلا يا حبيبي، انت بتعمل ايه كل ده؟ حاضر يا حبيبه قلبي، جاي لك اهو فريره. هو ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا قلت ده صاحبتي وهتقعد معايا وهنريح بعض انا وهي. انا شكلي كده وقعت نفسي في مشكله كبيره قوي وانا مش حاسه. كان مالها اماني مراته يعني؟ كانت طيبه والله وبنت حلال وكانت عايزه ترضيني باي طريقه. اعمل ايه بس دلوقتي؟ مش عارفه اعمل ايه. اخويا حتى بيسمع كلامها في كل حاجه. انا شكلي انا اللي عملت في نفسي كل ده، ولا هو ده ذنب اماني وجت مراته الجديده دي عشان تخلص ذنبها مني وانا اللي قلت صاحبتي؟